أنا أعتذر من كل الناس، من المتابعين، من الناس اللي أخطأت وأسأت إليهم. أنا آسف، سامحوني والمعذرة. ما عاد قدرنا يا أخي نعيش، ما عاد قدرنا نعيش خلاص. لا قدرنا نعيش في غربة، ولا قدرنا نعيش في بلادنا، وعلشان إذا بقى لنا فرصة عمل نشتغل ما قدر. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابي يا زغي، المقطع الأول حق الشخص هذا الذي انتحر في داخل السعودية. فاحنا طلعنا مقطع فيديو الأول حقه السفهاء العصر، سواء يكونوا علماء ولا يكونوا حكومة ولا يكونوا قبيلة ولا يكونوا من ما كانوا، يبدي ويخبئ وجهه. فالمعنى إن إحنا ما طلعناش، إن إحنا طلعنا الشخص هذا إن إحنا نحتقره أو شيء. إحنا نظهر من هو السبب. هذا جزء من اليمن من شان عيش، من شان البلاء الذي حصل في اليمن. لا حكومة ولا علمنة ولا قبيلة، كلهم عاملين أنفسهم على الحق. العلمنة جالسين الشارع بينهم بين، والقبيلة جالسين فخر بينهم بين، والحكومة ما صلحش ولا فعل أي حاجة تزيد خدامة للقبائل والمشايخ، وضحينا للتجار الكبارات. فعندما هذا انتحر من شان عيش، كان بالسعودية طالب الله، فالشرقة على اليمن يذكر اللي كان يحصل باليمن، الجوع اللي به ويسبهم. فنشر، واحنا ما نطلع على الكلام ان احنا هذا، بس احنا نصلح السيف على اليمن لانه مدومه، كلامه كلام حق. فعندما رجع السعوديه انتهى الاقامه حقه، فسر كيف وين نروح وين نسرح وين نرجع البلاد. حبسوه او بهذلوا به او هانموه او ما حصلش المعيشه، وانجز بالمملكه خروج نهائي. فعندما يشوف الموقف، لا هناك ولا هناك، شلق نفسه.